تنسيق الثانويه العامه ظهر. انا جاي اديك كلمتين عشان ما بعد التنسيق، عشان ما حدش يجي في الكومنتات يكتب لي ادخل ايه وما ادخلش ايه. اظن الكلام واضح. انا بقى جاي اكلم الناس اللي داخلين جامعه حلوان اي فارمرز يونيفرسيتي ان كايرو. اذا كنت ولد، اذا كنت بنت ولسه داخل الجامعه ودخلت كليه اداب، كليه تجاره اللي هي في اخر الجامعه دي، ارجوك حاول اليومين دول تنزل الجيم، بالاخص العب رجل، عشان في 3 كيلو مشي هتاخدهم. العده بقى اللي هتاخدها معاك ازازه ميه، ازازه عصير، دايما تبقى هايدريتد، وغيار داخلي وخارجي. رقم 2، الشباب بقى اللي لسه جاي من ثانويه عامه وداخله الجامعه جديد، جايبين معاهم كره كفر ورايحين يلعبوا بيها في الجامعه. بص يا حبيبي، الكره دي خرجت منك بره السور، غالبا هي وقعت في عزبه الوالده. انا اسف، مش والده حضرتك، هي المنطقه اسمها كده. ارجوك ما تروحش تجيبها. وبعدين دي اسمها عزبه الوالده، يعني ممكن تكون لسه والده، وبعدين ممكن يكون عاملين لها اسبوع وبتاع، وتروح تتزنق في مجامله ب 200 جنيه وانت لسه بتاخد مصروفك. فما تزنقش نفسك. ابوس يعني مش عارف، ابوس خرم مناخيرك عشان تعجب اي بنت. ما تهزرش بصوت عالي وما تستخفش دمك، انت دمك مش خفيف. ارجوك ما تروحش الجامعه بجيتار. حضرتك مش تامر حسني وتليفونك مش هيرن وتررن تررن، ومش تقعد وسط شله البنات دي، ومش تعمل كده عشان خاطري حبيب اخوك. لو رحت الجامعه ولقيت واحد صاحبك بيقول لك اده ومش اده، عادي مشيها. صاحبك من قريه جنب الجامعه وجه الجامعه، هو الواد مش ناقص تروما في حياته، ما تكرهوش في الحاجه اللي بيسعى لها. وانت يا صاحبي لو فلاح المنشأ او الفكر، عادي مفيش مشكله يا صاحبي. انا فلاح، ما تتضايقش، ما تزعلش. مصر زمان كانت قايمه على الفلاحه وصيد التماسيح، وما تقلدش حد. يعني مثلا هتلاقي ناس لابسه اوفر سايز، ناس عامله مولد، ناس عامله مالكش دعوه، ابعد. يعني انت في حته وهم في حته. نيجي بقى يا صاحبي للبنات. البنات انت صيده سهله اللي